ساعات دخل خلق ايه وانا ليا في الكلام ده؟ عايزين نخلف يا عبد العزيز. ما انت هتخلفي ازاي يا اختي وانت مالكيش في الكلام ده؟ بالمسخوط. تصدق انا غلطان اني شلت على قلبي يا عشتي. تتمسي بالخير. رايح فين طب وسايبني؟ اقعد اتكلم معايا شويه. لا ماليش في الكلام ده. اقرا الخبر، اقرا الخبر يا فندي. سر علامة النص، عصابة وطنية. اقرا الخبر يا فندي، اقرا الخبر. عصابة وطنية تمنع سرقة الآثار المصرية وتعلم الأجانب الأدب. اقرا الخبر يا فندي. بقى يلا وسع. وسع وسع. اصبر. انا عاوز زيه اهو. خد اسمها موسى. تاني بيلعب تاني. هات تاني. عاوز تلعب على انا بقى عاوز فلوس. يا استاذ سراج، يا حضرة المونولوجيست. ايوه اهلا اهلا. انت مش فاكرني؟ انا درويش بتاع المخزن. بتاع مين؟ المخزن، اللبس والحاجات. افتكرت. انا بحبك قوي يا استاذ، وبحب اشوفك عم مرسح. وانت بتمثل وبتعمل فقرات وبتغني. غلبت وغلبت افكاري من الجري ورا النسوان. ايوه درويش، بس انا مش فاضي دلوقتي خالص، انا عندي بروفا. طب ثانية واحدة، أنا آسف إني معطلك. خد. بقول لك يا أستاذ، أنا عايزك تتعلمنا أتكلم كويس من غير ما لا. بس صعب ده يا درويش. صعب تعلمني؟ لا صعب انك تتكلم كويس. مفيش حاجة تستعصي على فنان كبير زيك أهو. ايه ده؟ هو المخزن بيكسب قوي كده؟ اسكت، مش أنا ورثت عمي. ألف رحمة ونور عليه. مرحبا. ده أنا هخليك لبلب يا درويش، عارف اللبلب؟ هخليك لبلب، وكل ما فتحت مخك معايا أنا ممكن أطلعك معايا على المرسح كمان. يعني ينفع أطلع معاك على المرسح النهاردة؟ ينفع طبعا. 3 جنيه. ليه؟ هو أنا هرقص مكان درية؟ لا يا درويش، بس الموضوع يعني محتاج تدريبات ومصاريف وتدريبات فوناتكس وسولفيج. انت فاهم حاجة؟ لا. طيب الموضوع مكلف. مكلف أيوة. ماشي أهو. حلو قوي الكلام ده. يلا يا بطل، روح ارتاح دلوقتي، وعايزك تيجي بالليل وانت لابس كده ومتأنتك. هطلعك الفقرة اللي قبل درية على طول، هتكون الصالة اتملت والناس زي النمل. صحيح يا أستاذ؟ صحيح. يعني همثل مثل من غير ما لا ولا تمأمأ. ينصر دينك يا سي الأستاذ. شاكرين قوي. بس جدع النص ده. نص صحيح، مش نص. هو ايه المكان ده يا زقزوق؟ ايه ده؟ دي خمارة يا سمعة. الناس بتيجي هنا تشرب وتتبسط وتنسى الدنيا وقرفها. مخور يعني؟ اه. الله. لا يا زقزوق، لا. احنا مش وش ذلك. ما نبقى وشه يا اخويا. وهم اللي وشه احسن مننا في ايه؟
هات لنا ازازه حلوه من عندك يا ريس والنبي. ايه ده؟ انت بتسكر الساعه 12 الظهر؟ هو ده الفجر؟ هو احنا هنروح ازاي؟ احنا الظهر. احلى ازازه. نورين. ونروح ليه اصلا؟ ما براحتنا عادي، ناكل نشرب ناكل تاني نشرب رابع، نروح لرويش التياترو نتبسط بشبابنا. احنا هنفضل فقراء لحد امتى يا سمعة؟ كفاياك انزعها يا زقزوق، كفاياك انزعها. لا وبعدين انت كده هتبعزق كل الفلوس اللي حيلتك. يا عم ما نبعزق، نجيب غيرها عادي، احنا مش عرفنا السكة. خد الكوبايتين دول ناخدهم كده ايه على الرايق، بعدين نقوم نروح الحمام نفك جتتنا بمزاج، بعدين نقوم حيلك وبعدين ده انتوا جيل متهور، جيل متهور. ادي اللي خدناه من الراديو. بعدين انا هموت واعرف انت اتعلمت الحاجات دي امتى؟ انت لسه عيل. عرفتها مطرح ما عرفتها يا اخويا، وراثة. انا ابويا الله يرحمه قبل ما يموت قال لي انت ليك اخ في كل بلد. دي تخاريف موت، كنتوا غطوه بس كان هيبقى تمام. كنت عايز افتح معاك موضوع كده يا سي سمعة. انا قلت برضه مفيش حاجه بتتعمل لله. امي عماله تزن عليا ان احنا نسيب البيت، ما هي شايفه بقى القرش جري معايا، وفي نفس الوقت انا مش عارف افاتح عمي عبد العزيز ازاي في الموضوع ده. انت عايز تمشي؟ لا طبعا، انا بحب عمي عبد العزيز جدا وست عيشه كمان، بس في نفس الوقت راحت امي بالنسبه لي نمره واحد. الله ينور عليك، راحت امك. انا امي الله يرحمها لو عايشه هريحها. بعدين هي في الاول وفي الاخر برضه يعني واحده ست من حقها يكون ليها المطرح بتاعها. وبعدين انت كمان يا زقزوق شويه وهتعوز تتجوز. شويه؟ يومين وهتعوز تتجوز. ده انتوا جيل متهور، جيل متصربع. لما تيجي تتجوز هتحتاج مطرح واسع، لزوم بقى الملاطفه انت فاهمني؟ ايوه فاهمني ازاي وانت لسه عيل صغير؟ يا عم انت مالك ومال فهمي ومال عالمي النهارده بقى، ما تسيبني في حالي. ده هيجنني. بس تصدق يا سمعة انت خلصت الموضوع في دماغي على الاخر، مش خساره فيك فلوس الشرب. فلوس الشرب؟ ده انت سففتني الشرب يا اخي، ده انت دني. انا ديني؟ اه. طب ايه رايك بقى ان مصاريف ومشاريب المكان ده كله على حسابي؟ وطي صوتك. بقول لك ايه، صحيح الزبائن قليله بس انت هتدفع كتير. يا عم وانت مالك، وكانت فلوس ابوك ولا حتى فلوس ابويا. اشرب يا سمعة. انا خايف من الموضوع ده قوي يا زقزوق. اشرب ما يهمكش. بص اهو. هي بتعمل ليه كده؟ هي مش بتلسع. مستر عبد العزيز، مستر عبد العزيز، مستر عبد العزيز. ايه نعم. جميلة البدلة دي. انت عرفت طريقي منين؟ عشان انا صحفية شاطرة. طب وانت يا شاطره ماشيه ورايا بتدوري عليا ليه؟ عايزة احذرك، في امر من لورد ماكميلان. journalists will write about you. كذب عنك وفريق بتاعك بعد العملية لوكسور. في اوردر نكتب عنكم سرقتوا حجاج and left your sign. نوس. انا هسرق حجاج ليه وانا غبي؟ هتسخط ايه اكتر من اللي انا فيه؟ ده تفكير شياطين ده. ماكميلان عايز مصريين يكرهوك to put you in prison. السجن يا عبد العزيز. الحارس ربنا، سيبك منهم. عن اذنك يا شاطره. لا، في حاجة تانية مهمة جدا. انت وفريق مقاومة بتاعك لازم تعرف. يا ستي انا لا بتاع مقاومه ولا بتاع فدائيين، انا انسان بسيط، انا هرامي. بس انت اذكى من الاتنين دول، وكمان بتحب مصر. حتى لو في مصلحة شخصية. مصلحه شخصيه؟ الله ينور عليكي. الموضوع اللي انت عايزاني فيه ده في قرشين؟ لا، ما فيش قرشين، بس فيها دهب. طب انا مال دهب؟ لا يبقى لازم نقعد نتكلم. تشربي ايه؟ اتفضلي. بقول لك ايه، انت مش مخترع وما حصلتش. ايوه. ما تخترع لنا مكنه تطلع فلوس. انت كده مش عايز مخترع، انت عايز ساحر. وبعدين انا لو عملت الاختراع ده البوليس هيعزقنا على الكراكون. طب ما هي في ايدينا. ايه؟ اخترع لنا اختراع ما يخليهمش يشوفونا.